السلام عليكم يا أصدقائي، شو أخباركم؟ أنا اليوم قررت أسوي تحدي قراءة مع هذه الرواية. بديت أقرأها من امبارح بعد العصر، ووصلت فيها لصفحة 145، واليوم بدي أكمل تحدي القراءة أنا وياكم، وأشوف اليوم هلأ هاي الساعة 1:30، وأشوف من الواحدة ونص لا تقريبا الساعة 10 بالليل قد ايه بدي أقرأ في هذه الرواية. رواية أولاد الناس، ثلاثية المماليك نارين بسيوني. خليكم معي، تابعونا بالفيديو. راح يكون فيديو متقطع، يعني مش راح أكون أضل في نفس المكان. بس أخلصها ونشوف كم يوم هتسحب معانا، لأنه أنا كثير رواية كبيرة يعني زي ما انتم شايفين. هنعمل مراجعة خاصة لها. يلا خليكم معي. والساعة الآن 4:05 إلا تولت. لسه يعني أنا ما قطعت الشوط بالقراءة كتير، لأني قطعت شوي وعدت رجعت. نشوف هلأ من هون للمغرب كم. أنا الآن بصفحة 100 وكم 95. نشوف من هون للمغرب كم رح نقرأ من كل هذا الكتاب. خليكم معنا، خلينا نشوف. الآن الساعة 10:30 وأنا استسلمت خلص، فوصلت لصفحة 262. ما حسيتش انه اليوم انا قراءتي كانت يعني قوية كتير، استسلمت هلا خلص. فبكرة راح اكمل واشوف راح قديش انجز. احفظ انا من 262، اشوف قديه راح اكمل. فانا خلص الان استسلمت. انا اول مرة بقرأ رواية هالقد كبرها، بس اخلص راح احكي رأيي. بس ما اعتقدش اني راح ارجع كمان مرة اقرأ روايات بهذا الحجم. السلام عليكم. اليوم الثاني في تحدي قراءة رواية أولاد الناس نريم بسيوني. وصلت في الرواية الثانية، يعني القصة الثانية داخل الرواية. وصلت صفحة 308. اليوم قمت من الصبح أقرأ، فهلأ هكمل معكم قراءة شوي، وهشوف اليوم في نهاية اليوم أنا راح قديش أقدر أقطع من الرواية اللي هي لسه متبقي عليها القد. ما بعرف كم يوم بدي أقرأ فيها. خليكم معي. يوم الجمعة وما زلت أنا لسه مستمرة بقراءة الرواية، ووصلت صفحة 563 تقريبا. ضايل الباب الأخير تقريبا من الرواية. أخذت معي وقت، يعني توقعت أخلصها قبل، بس مثلا امبارح ما قدرتش أقرأ كتير. فبدي أشوف اليوم هذا أخلص هذا كله ولا هخلص السبت. بس أتوقع أنا أنه السبت أخلصها، فكون هيك بديتها مساء يوم الأحد وخلصها السبت. يعني أتوقع أنه أنا يعني ما بقدر أمشي بالروايات اللي بهذا الحجم بسرعة هيك، يعني أنه أقل من أسبوع ما بقدر أني أنجزها. بس أخلصها راح أحكي لكم رأيي فيها، ويمكن ما أكمل بقية الأجزاء اللي نفس الحجم. أجيب روايات بتشدني يعني أسرع، تخليني أنجز بالقراءة أكتر. بس رواية حلوة يعني مبدئيا. السلام عليكم. الآن أنا انتهيت من رواية أولاد الناس لريم بسيوني، اللي هي بتتكون من 759 صفحة. الآن الرواية أنا شو رأيي فيها بعد ما أنا تقريبا قعدت فيها 5 أيام قراءة. هي رواية تاريخية. بهاي الرواية تحدثت عن المماليك، وطبعا أضافت قصص من عندها. فأنا شو رأيي بهاي الرواية؟ طبعا أنا أول ما جيت أقرأها فكرتها رواية تاريخية بتحكي عن التاريخ بس، يعني اللي هي طبعا طلعت رواية بتدخل أحداث التاريخ في قصص برضو وشخصيات من تأليف الكاتبة. مثلا أنا استفدت أن تعرفت على مسجد السلطان حسن. لكن أنا ما كنتش عارفة مثلا هل هي مثلا بت آه، ب... لما تحكي عن المماليك تحكي عنهم هل هم كانوا عادلين، أو هل هم حاميين، أو هل كانوا ظالمين. كانت تقول إنه في منهم هيك وفي منهم هيك. تاني شيء ما حبيتش كتير في الموضوع الرواية لما كانت تتحدث عن الحب، كانت تجيبه أول شيء في قصص يعني فيها نوع من الظلم، أو فيها نوع من القسوة من ضمن من قبل الأمير المملوكي أو الشخص المملوكي، وبعدين فجأة قصة الحب هاي تتحول إلى عشق وهي مغرم. فأنا
ما خشتش مخي القصة هي كلها يعني. بس أنا الرواية شجعتني بعدها إني أبحث شوي عن المماليك وأعرف عنهم بزيادة، لأني أنا كل المماليك بعرفوا أنهم كانوا بس يقتلوا بعض يعني، وهذا تعرفناه للأسف عن طريق المسلسلات. هل أنا راح أقرأ رواية بعد هيك تاريخية هي إلها برضو كمان جزئين هي لنفس المؤلفة؟ لا مش راح أقرأ. ما حبيتش كتير أسلوب أني أقرأ رواية تاريخية يعني فيها أشياء عن التاريخ وفيها أحداث هي بتألفها الكاتبة، ما أقرأ هي كلها. ورواية كبيرة هالقد يعني بتتشجعوا تقرأوها لأن أسلوبها كتير حلو وممتع يعني بتشدكم أنكم تقرأوها. لكن أنا بحب الروايات اللي فيها فانتازيا، فيها قصص مثلا خيالية أكتر، وبخرج فيها بقيمة معينة. فإن شاء الله بيعجبكم الفيديو، وإذا كنت أول مرة بتشوفوا قناتي بتمنى أنكم تشاركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يصلكم مني كل إشي جديد، وإلى اللقاء.